لا عمرها دخلت لي بيت. ممكن انا اتكلم بعد اذنك؟ اتفضلي. الترند قام على كلمة صاحبتي. اتبنى سيناريوهات ومسلسلات وافلام وعشرة عمر وواكلة وشاربة ونايمة وقاعدة وقايمة معاها. بناء على ايه؟ اتأكدتوا من الكلام وبقيت خنتي صاحبتك عشرة عمرك. شفتولي صورة في فرح، شفتوا جزء من شات صغير قد كده ظهر فيه جملتين كان يوصلوا رسالة معينة. نزل لكم دلوقتي الشات كامل بالتواريخ بردودي. انا مش اول مرة ارد على حد من متابعيني بيبعت لي رسالة. من ساعة ما بدأت للحظة دي الرسائل اللي بشوفها برد عليها وتشهدوا لي بده. هل في صحاب بيتكلموا كل سنة مرة؟ هل في صحاب معهمش ارقام بعض ولا بينهم واتساب ولا بينهم شات؟ هل في صحاب ما اتكلموش مكالمة واحدة ولا بينهم صورة واحدة؟ او صور في اي مناسبات تانية، في عيد ميلاد مثلاً. في خروجة في عزا في اي. هل في او الاهل يعرفوا بعض، اهلها مثلا يعرفوا اهلي فاحنا بقينا كده قرايب من بعيد؟ جارتي كانت نفس هي لا كليتي تعرف انا كنت ساكن فين او كنت قاعد فين حتى، او يعرف حتى تفاصيل حياتها او مين اخواتها حتى او مين مامتها. واكله وشاربه ونايمه وقاعده. بناء على ايه؟ والله ما اعرف. خليتوها دخلت بيتي وكانت بتاكلها وتشربها وتعمل لها العصير. عمرها جات لي بيت؟ لا عمرها. انا عمري يا ما ابني حضرت لك ما مناسبه. تعرفش حتى انا ساكن فين يعني. انا حضرت لك مناسبه، حضرت لك عيد ميلاد. ما انا بوضح، انا بقول دي هو برضو. اصلا يعني هو الوقت اللي هو كان فيه في العلاقه دي هو ما كانش عايش في مصر اصلا، في الكويت، وبينزل اجازه، بينزل اجازه سنويه. انا عشت سنه في تركيا وبقالي 3 سنين عايشه في دبي وبنزل اجازات. انا وضحت لكم نقطه، انا وراها في بدايه صداقتنا ببعض من 10 سنين. طول الفتره اللي فاتت دي وطول الفتره اللي انا كنت متجوز فيها انا ما كنتش قاعد فيها في مصر. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله في الكلام اللي انتوا بتقولوه بجد. هيبقى فين الترند لو انا قلت ده طليقي وبعد ما اتطلقنا هو ارتبط؟ ليه الموضوع ده ما ظهرش من الشهور اللي فاتت؟ واجبرته انه يطلقها عشان يوافق موضوع على الخطوة. اجبرته. انا مش فاهم برضو ايه الموضوع. هي لو هي اجبرتني ان انا اطلق، دليل؟ معلش انا اسفه، ايه الدليل؟ هل بيحصل اجبار على طلاق بالتراضي؟ ازاي؟ الطرف التاني المفروض حتى على الاقل لو مأذي قوي من بالظبط العلاقه مش هيبقى الموضوع بالتراضي، مش واخد حقوقه كامله. انا لو لسه متجوز وقررت ان انا حتى اتجوز تاني انا يحق لي اعمل كده وربنا محلل كده. بس انا شرحت لكم برضو الموضوع عشان اخرج دي من الحاجات اللي انتوا خدتوا في عرضها فيها، دخلتوها في سكك ودخلتوها في مواضيع، دخلتوا في تنمر على اشكال وعلى شكلنا وعلى شكل اهالينا وعلى اخلاقنا واخلاق اهالينا. عايشين والميتين. طب وبعدين انا مش هسمح لاي بني ادم تاني ايا كان هو مين انه يغلط فيا او في اهلي او في خطيبتي او اهلها. مش هعمل غير ان انا هاخد اجراء قانوني معاه. كل حاجه اتهمتونا فيها دليلها موجود. انا في الوقت الحالي راجل منفصل، كل ما يربطني بطليقتي ام ابني فقط. زي اي راجل اتجوز، حصل خلافات مع زوجته، احنا الاتنين بكامل ارادتنا اتفقنا ان احنا ننفصل عشان ابننا ونفسيته وعشان ما يكبرش في بيئة مليانة مشاكل ما بيني انا وهي. بناء عليه اتفقنا وطلقنا طلاق رسمي بمأذون بحضور اهلي واهلها. خدت كل حقوقها كاملة. انا ابني مسؤول عنه من يوم ما اتولد، وقت الانفصال، دلوقتي لحد ما اموت انا المسؤول عنه في كل حاجة. صاحبتي خطفت جوزي، انا وضحت لكم حاجتين منها. انا وراف علاقتنا ابتدت من 10 سنين في الجامعة لما كنا مع بعض، كنا اصدقاء. بعد كده ارتبطنا، كانت خطبنا في وجود والدها الله يرحمه، وبعد كده ما حصلش نصيب. بعديها كنت انا سافرت وكل واحد فينا عاش حياته، وهي اتخطبت وكل واحد فينا كمل طريقه. بعد ما سافرت علاقتي فضلت مستمرة بناس كتير من اصحابي وزميلاتي اللي كانوا معايا في الجامعة. قررت ان انا اتجوز، بعت دعوة الفرح
زمايلي كلهم حضروا الفرح، وكان من ضمنهم رهف، بناء على العلاقه اللي كانت ما بيننا كاصدقاء في الفتره دي. واتصورت معانا الصوره اللي حضراتكم شفتوها وعملتوا عليها البروباجندا الكبيره دي كلها. اتصورت معايا كزميله وكصديقه، مش اكتر من كده. انا كنت بتجوز، هي كانت مخطوبه، ما كانش في حاجه ما بيننا اكتر من كده. ودي المره الاولى والاخيره اللي كانت رهف تشوف فيها طليقتي اصلا، وما يعرفوش بعض غير في المره دي بس.